أحمد وحسام خطفوني لمدة 2 سنين، وكانوا مفهمين إنه أهلي دا يدورون علي، وإذا لقوني راح يقتلوني. أنا اسمي داليا وهاي قصتي. قبل ما أبلش القصة لازم تعرفون إنه كل القصص اللي أحكيها بصوتي أنا أمجد الهلالي هي للعبرة فقط وليست لنشر الفساد. أنا من مواليد بغداد، أعيش ويا أمي وأبويا وأخوتي 2 ببيت جدي، لأنه البيت كلش كبير، وبيبيتي وأم أبويا قسمت البيت مشتملات على مود ولدها وأحفادها يبقون سوا، وإحنا كعائلة نعتبر من الطبقة الغنية. بس هذا ما يعني إنه أنا سعيدة ومترفة وألبس اللي يعجبني وأطلع وين ما أريد، لأنه إحنا من العوائل المحافظة، يعني أهلي قبليين، ونظام القبيلة والعادات والتقاليد مهم عندنا، ولهذا كل تصرفاتنا عليها حساب وكتاب، وين ما أروح وين ما أجي أكو من يحاسبني عليه. ومو بس أني، حتى أخوتي الولد، وكل هذا بسبب بيبيتي اللي كانت مرة قوية، وكل شي بالبيت وبحياة ولدها وأحفادها يمشي بالمسطرة، وحتى وقت النوم ووقت الأكل. واني كنت طالبة 6 إعدادي، كنت محتاجة أطلع يا أما للمدرس أو أجيب ملازم أو أوديها لصديقاتي، فكنت محتاجة شخص يكون ثقة يوديني ويجيبني بهاي المشاوير. ولأنه هم ما كانوا يقبلون أصعد ويا أي أحد غريب، فحاولت ألقي أستاذ قريب بالمنطقة حتى أروح لمشي. أنا ما كان أحد من أولادنا فارغ لي، ومن كنت أقول الواحد من أخوتي وصلني كانوا يقولون عندهم شغل، فكنت أروح وأرجع وحدي. ولأنه أنا كنت أحلم أدخل كلية الطب، فكنت مصر أنه ما حد يأخرني عن حلمي، وأنا كنت كل شاطرة بالمدرسة، وبهيك مرحلة الدروس الخصوصية تعتبر شيء مهم ويساعدني أنه أنا أطلع معدل قوي. وما حد بالبيت كان عنده مانع أو مشكلة أنه أنا أدخل خصوصي. حتى بيبيتي من بداية الدروس كان عندها شرط، وهو أنه الأستاذ والطلاب يجون يأخذون دروس عندنا بالبيت قدام عينها، يعني ممنوع البنية تروح البيت غريب وحدها حتى إذا كان درس خصوصي. بس بعدين وافقت، وأصلا كان صعب أنه أستاذ الرياضيات يجي هو يدرسني بنفسه، وخاصة هو كان أحسن أستاذ بالمنطقة مالتنا. وبذاك اليوم صارت مشكلة بيني وبينها، وأنا بحالة عصبية قلت لها والله راح أطلع وبعد ما أرجع. حالي حال هواي بنات كانوا بالسادس يمرون بحالات عصبية ويحجون حكي أصلا هم مو قاصدي، وأنا همينة ما كنت أقصد اللي حكيته بذاك اليوم. من كنت أطلع للأستاذ كان أكو ولد اسمه أحمد، هو جوارينا، كان دائما يعاكسني، بس أنا ما كنت أنطي مجال، كنت صغيرة وأخاف، وإحنا بالعائلة معروفين بجمالنا، يعني البنية لازم يكون شعرها طويل وبيضة، واللي يميزها بجمالها هو عيونها الملونة، وأنا كانت عيوني زرقاء، وهذا اللي كان دائما يسبب لي المعاكسات بالشارع، سواء الشعر الطويل أو العيون. ولما كنت أروح للأستاذ كان أحمد يلحقني لباب الأستاذ بس يبقى بعيد. أستاذ الرياضيات كان عنده ولد اسمه حسام، كان عمره 30 سنة، الولد كان مؤدب ومحترم وياي، وكان دائما أثناء الدرس يجيب لنا أشياء نشربها. بس مرة من المرات وأنا طالعة من الدرس شفت أحمد واقف ويا حسام، أنا كلش خفت، بس أنا شخصيتي قوية وخليت الموضوع وما اهتميت بيه، وحتى ما سألت على علاقة أحمد بحسام. ولما صارت المشكلة ويا بيبيتي بهذاك اليوم طلعت معصبة من البيت ورحت للدرس، وبهذا اليوم شافني حسام ابن أستاذ الرياضيات معصبة وسألني عن السبب مال عصبيتي، فأنا حكيت له كل اللي صار وياي ودخلت للدرس. وخلال الدرس حسيت بدوخة ما أعرف شنو سببها، فحاولت أعتذر من الأستاذ وأطلع قبل ما أتخربط يمه، وفعلا طلعت من الدرس ومشيت بطريقي لحد ما بديت أفقد توازني، وهيج قعدت على الرصيف شوية وطبقت يمي سيارة والرياجيل اللي بيها مو غربة، حسام ابن أستاذ الرياضيات وكان وياه ابن جوارينا أحمد. السيارة اللي طبقت يمي والرياجيل اللي بيها أنا أعرفهم كل الزين، هم حسام ابن أستاذ الرياضيات وكان وياه ابن جوارينا أحمد. نزل حسام من السيارة ووقف يمي وسألني بصوت هادئ، ايش بيش داليا صاير شي؟ تقدرين تمشين لو نوديك أو نوصلك للبيت أو للمستشفى؟ كنت أقاوم حتى أبين طبيعية وما محتاجة مساعدة، وكنت أريد بس أوصل للبيت لأنه أحمد كان ويا حسام بالسيارة، لهذا كنت كلش خايفة، بس الدوخة بدأت تزيد وراسي ثقل وبصعوبة أقدر أوقف، وهيك حسام سندني وصعدني بالسيارة بدون ما حتى أقبل أو أرفض، كنت عاجزة. أول ما صعدوني بالسيارة كنت أحاول أسمع شنو يحجون، وكنت أريد أركز بالطريق، بس اللي بيا مو شوية ودا أحس إنه أكو شيء غلط. كل اللي أتذكر إنهم بقوا يحجون إن هم لازم يودوني للمستشفى، فأنا اطمأنيت وسلمت نفسي ونمت. وراها بعد ما أدري بالدنيا، بس بعد فترة من فتحت عيوني لقيت نفسي بغرفة قديمة وكل شيء بيها، وكل اللي كنت أتوقع إنه أنا بالمستشفى. هنا صارت عندي أول صدمة من أحمد، صار يتحارش بيا وصار يقول هاي اللحظة أنا منتظرها من زمان. أنا بقيت أهدد بيهم، والحكي اللي حكيته الحسام والمشكلة اللي صارت بيني وبين بيبيتي استخدمها ضدي، وقال لي أهلش لحد الآن ما مهتمين لاختفائك. حسام صار يتقرب لي وكان جايب لي أكل ويريد يوكلني بيده، أنا قمت أعيط وأدفع بيه وردت بس يوخر عني، بس هو كان أضخم مني وأقوى، لزم ايدي الاثنين بإيد واحدة واعتدى علي. وهنا صارت عندي صدمة حياتي الأولى، أول مرة أمر بهيك موقف، وكل اللي كنت أفكر بيه إنه أهلي راح يقتلوني وهو بعده يعتدي علي. سمعت صوت أحمد يقول له كملت دفضها عاد، من كمل حسام وراح. أنا كنت ما مستوعبة اللي صار بيه. أول ما دخل أحمد للغرفة وشافني أبكي وأعيط كان يضربني ولزمني من شعري،
وقال لي كلام ما اقدر انساه. قال لي راح ناخذ اللي نريده غصبا عليك وترجعين لاهلك ومن احنا نقرر، فصيري حبابه واسمعي كلام، وهم اصلا اهلك عوالهم انت شارده، وخلي ببالك اهلك اذا رجعتي وشافوك مو بنيه راح يقتلوك، فصيري حبابه وقعدي عاقله. وحسام اللي شفته انسان محترم ومؤدب وكنت كلش اثق بيه من كنت اروح ادرس يم ابوه، كان ابدا مو حسام، وخاصه من اعتدى علي والطريقه اللي تعامل وياي بيها، كنت حتى من اشوفه بالافلام قلبي يقوم يوجعني، وحسيت نفسي بحرب من الحروب اللي كنت اشوفها في فيلم لو مسلسل. ورا ما كملوا قعدوا ياكلون اثنينهم ويضحكون ولا كانه صاير شيء، وبعدين قفلوا الباب عليه وراحوا، وانا بقيت وحدي وكنت اريد بس اعرف اني وين. هم كانوا سادين الشبابيك بكراتين من برا، وكنت ما اعرف اني وين، وحتى من نصيح ما حد يسمعني، واني ما اسمع صوت لا سيارات ولا احد. ثاني يوم ما حد وصل يمي، واني كنت ما اقدر اتحرك وجسمي ازرق وكله دمايه. المكان اللي كانوا محابسيني بيه عباره عن غرفه مربعه صغيره وبيها ضوء اصفر وميز حديد وسرير واحد، وبانين حمام شرقي ومغلفيه بقماش. وبمرور الايام افتهمت ان الغرفه هاي بالبستان مال مزرعه ابو حسام اللي هو استاذ الرياضيات. وبثالث يوم صرت اتحرك شويه وصوتي استعدل، وبيومها اجى حسام شايل وياه مي واكل، ورجع يتعامل وياي باحترام مثل قبل، وقال لي اهلك شكلهم يردون يذبحوك لان ما بلغوا الشرطه. وورا ما كمل حكي رجع اعتدى علي وراح. وراها اجى احمد، وكان احمد يتفنن بطرق التعذيب والقتل. استمر الوضع لمده اسبوع، فاجوني اثنينهم وقالوا لي انت راح تبقين هنا بالمزرعه، وعرفت بوقتها هي كانت صدق مزرعه، وقالوا لي انت اذا طلعتي هسه راح تموتين، فابقي هنا متونسه ومونستنا. وصاروا يضحكون. كنت اقام واحاول ارفض اكثر من مره، حاولت انهزم، بس صار السنه واني محبوسه، وهم قسموا الايام اللي يجون بيها للمزرعه. بديت استسلم للامر الواقع، وخاصه بعد ما صرت حامل، والمصيبه ما اعرف اني ياهو من عندهم هو ابو الطفل. بالفتره اللي انا كنت بيها حامل كان حسام يسوي نفسه حارس مع المزرعه واني مرته، وهيج قدر يدخل الدايه بسهوله. الداية كانت مرة عربية كبيرة بس قاسية كلش، ومن كنت اريد اشكيلها حتى تطلعني كانت ما تسمعني ولا عبالك احكي وياها. كانوا يجيبوها كل شهر مرة لانه ما حد بينا يعرف انه انا بيها شهر. ومن صار عندي رقية بنتي اللي سميتها على اسم امي، كانوا يجون يعتدون علي بس اقل، والفترات صارت ابعد، حتى ايام ينسون انه انا ابقى وحدي انا ورقية بدون اكل، وحتى حراستهم الي قلت، وصاروا ما يدرون بي ولا يديرون بال. وبيوم سمعت اصوات مال مكاين حفر وعياط مال رياجيل، كانوا كلش قريبين على الشباك مال الغرفه، وهيك شلت بنتي بحضني ووقفت يم الشباك وظليت اصيح بكل قوتي ساعدوني، بلكت واحد يساعدني، وبقيت هواي اصيح. بس من هدأ صوت المكاين حسيت سمعوني، وصدق سمعت واحد يقول لي عادي اقدر اعبر الحائط ما حد يحكي وياي. طلعت عوده وخليت بيها وصله وبقيت ارفرف بيها، دليتها على مكاني، قلت لاني محبوسه بالغرفه، الله يخليك اكسر الباب صار لي سنين مخطوفه. صدق قدر واحد من العمال يقمز على البستان ويكسر لي الباب، وهي كان قدرت اطلع. الاحساس اللي حسيته من انفتاح الباب كان غريب، الحريه اللي انا كنت احلم بيها خلال السنتين اللي انا كنت بيها مخطوفه، ودخولي على اهلي وانا كنت شايله طفله. بقيت بحيره، انا وين راح اروح لاهلي اللي راح يقتلوني اذا شافوني؟ لو انهزم المكان ما حد يلقاني بيه. احساسي صار مثل احساس اللي مسافر وعايش بغربه، لما يرجع لبيته ويحس نفسه غريب، يلاقي الدنيا كلها متغيره داير مدايره وما يعرف وين يروح. اللي سووه وياي حسام واحمد خلى حياتي تنتهي قبل ما تبدي، والمكان اللي عايشوني بيه خلال هاي الفتره كلها كنت حاسه انه راح يكون بيتي مدى الحياه، بس بسبب العمار اللي كان دا يصير قريب على المزرعه، والشركه مال الكهرباء اللي قررت تحفر قريب على هاي الغرفه اللي انا كنت محبوسه بيها، انطاني امل انه انا ممكن حياتي ترجع مثل قبل، وخاصه انا كنت احلم انه تجيني هاي الفرصه واحس بالحريه مره ثانيه. بس قبل كل شيء لازم اخذ حقي من حسام واحمد. ولما كنت مخطوفه كنت دائما افكر، هو انا ليش كنت اهدد اهلي؟ والله راح اطلع من البيت وبعد ما ارجع، وليش كنت اتعارك وياهم؟ وعلى شنو؟ وشنو اللي خلاني احكي اسراري لشخص اني ما اعرفه واللي هو حسام؟ ولهذا السبب تغيرت حياتي. كل هذا التفكير كنت افكره من اني كنت محبوسه بذيك الغرفه الحقيره، بس قررت اروح ويا العامل لحد ما اشوف شلون راح اتصرف. ورحت ويا العامل للبيت مالته، كانت عائلته كلهم موجودين، زوجته واطفاله، وكان لازم اقرر بهذا اليوم لان انا ما اريد حسام واحمد يكتشفون الهروب مالتي بحيث يتصرفون ويروح حقي. بيني وبين نفسي كنت اريد انتقم من عندهم، بس كنت ما اعرف شلون اتصرف. بعد ما صرت بامان ببيت الناس بقيت الليل كله قاعد افكر شنو راح تكون ردة فعل اهلي اذا رحت لهم، وهم راح يوقفوني وياي حتى اخذ حقي، لو راح يقتلوني مثل ما كان حسام واحمد يقولوا لي. انا حتى ما اعرف منو من عندهم عايش لو ميت، كنت بس اريد اتواصل وياهم بس حتى اعرف اجوبة هواي اسئله كانت ببالي. واخيرا اجى الصبح، وكنت اعرف ان كل اللي بالبيت يطلعون للدوام وتبقى بس امي وبيبيتي بالبيت، وهنا قررت اروح اواجه مصيري. وقبل ما اروح خليت بنتي ببيت العامل وعائلته، ورحت البيت اهلي،
وصلت يم الباب وفتحته بالطريقة اللي دائما كنت افتحه بيها. لقيت بيبيتي قاعدة يم الباب البرة. بيبيتي أول ما شافتني صارت تصيح وتبكي، وشفت بعيونها حب بحياتي ما شايفته من عندها. أمي اجتي على الصياح مال بيبيتي، من شافتني انهارت وقامت تلطم وتبكي، وحتى من حضنتني ما قبلت تهدني أبد. بتصميم بيتنا كان المطبخ هو أول شي بالبيت. دخلوني للمطبخ وحكيت لهم القصة كاملة، بس لحد الآن أنا ما قلت لهم عندي طفلة من حسام وأحمد، وأنا لحد الآن أصلا ما أعرف من أبو الطفلة. والمشكلة إنه أنا كنت مخطوفة، وحتى وأنا كنت أحكي القصة لبيبيتي وأمي بعيونهم كان أكو شك إنه أنا رحت برضاعتي مو غصبا عني. كل القصص اللي أنشرها بصوتي أنا أمجد الهلالي هي للعبرة فقط وليست لنشر الفساد. أمي أقرب شخص إلي ممكن يصدق باللي دا أقوله، بس من شفت بعيونها نظرة الشك هذه قلت إذا اجوا أخوتي وأبويا شنو راح يسوون؟ وهل راح تقدر أمي وبيبيتي تحميني من عندهم؟ هنا بقيت ساكتة وانتظر فرصة حتى أنهزم من البيت. بس بهاي اللحظة اللي كنت أنا أفكر بيها صار شي غير تفكيري كله. الغلط اللي تغلطه كل مراهقة لازم تعرف ممكن تكون نتيجته هي خسارة نفسها قبل ما تكون هي خسارة أحد من أهلها، لأن كل إنسان هو مسؤول عن نفسه وعن مستقبله وحياته. وللقصة بقية، متابعة وشير ولايك. فتح الباب ودخل أبويا، وهذا كان آخر شي كنت أتمناه يصير بهاللحظة. الشيب اللي صاير براسه ولحيته والتجاعيد اللي زاده بهاي الفترة ما كنت متوقعتها أبد. هنا تأكدت إنه هو فعلا كان مهموم بسبب موضوع اختفائي، والصدمة اللي انصدمها من شافني كان ما يعرف شنو يسوي. ياخذني بحضنه مثل أي واحد جاي من السفر ويستقبلني، لو يمد إيده على أقرب سكينة أو أي شي حتى يخلص مني. حسيت هذا التفكير اللي كان براسه، بس كل اللي قال لي إياه أنت منين طلعتي؟ مو كنتي مهزومة؟ صرتي بالشارع لو بعدك؟ أنا كنت أحاول أتقرب له حتى حضنه وأبوسه، بس كنت خايفة. وبلحظة انهار وأخذني بحضنه وصار يبكي. قال لي احكي لي شنو صاير وياك؟ وين كنتي؟ حكيت له القصة كلها، وقعد بالقاع وخلى ايده على راسه وقال كنا بفضيحة صرنا بفضيحتين. هو أنا شنو الذنب اللي سويته يخليني أخاف من أهلي لهاي الدرجة؟ يا ناس أنا انخطفت واللي يخطفوني يغتصبوني بكل الطرق اللي تتخيلوها، وصرت حامل وحتى أبو الطفلة ما أعرف منه من عندهم. أريد أحد ياخذ لي حقي، وأهلي خايفين من الفضيحة، طلعوا خايفين حتى من كتلتي. وأبويا كل اللي قاله بالأخير لو باقية مختفية ولا راجعة على الأقل نقول بتنا ماتت. قلبي صار يوجعني من ردة فعل أهلي اللي كنت كلش خايفة من عندهم حسب ما وصلوا لي أحمد وحسام. واللي قررته بذاك اليوم إنه أنا أطلع من البيت وبعد ما أرجع، لأن حقي أهلي ما راح يقدرون ياخذوا. حاولت أطلع من البيت وأمي رادت تجلب بي، بس إصراري كان أقوى حتى من حب أمي إلي. وفعلا طلعت ورجعت البيت العامل، وهنا قررت أخذ حقي بنفسي. قبل ما أطلع من بيت أهلي أخذت فلوس من المكان اللي كان أبوي يضم بيه فلوسه، ويا الفلوس أخذت مسدسة، وأنا حتى ما أعرف شلون أستخدمه. بقيت لحد ثاني يوم ببيت العامل ودزيته حتى يعرف أخبار أحمد وحسام. اتصل علي وقال لي حسام وأحمد دا يجهزون نفسهم حتى يسافرون، وأعتقد اليوم يطلعون. عرفت هنا أنهم ما راحوا للمزرعة واكتشفوا أنه أنا ماكو، لأن هم مستحيل كانوا يسافرون، لأن أنا كنت بالمزرعة وما يقدرون يخلوني أموت من الجوع. هنا قررت أروح للمركز مال الشرطة حتى أشوف لي ضابط أشرح له قصتي ويساعدني. أنا بيني وبين نفسي كنت أريد أخذ حقي من أشوفهم ميتين بالمسدس اللي جبته، بس أنا كنت ما أقدر. يعني أنا كنت جبانة طول الفترة مال السنتين اللي كنت مخطوفة بيها ومستسلم للأمر الواقع. راح أجي هسه أصير بطل أقتلهم مسدس أنا حتى ما أعرف شلون يشتغل؟ بعد ما رحت للمركز حكيت قصتي للضابط. الضابط كان كل إحساس ما عنده، وكان كل همه يباوع على جسمي وأنا أحكي وياه. المركز مال الشرطة اللي طبيت له على الميز مال الضابط كانوا واقفين وياي وأنا أحكي 2 أو 3 أشخاص. عادي يعني قضيتي مو سرية، وأنا كنت أحكي كان أكو ولد همينه ضابط سمع قصتي صاحني وقال لي تعالي يمي. أول ما رحت يمه قال لي انت ايش قد صار لك من تحررتي؟ قلت له البارحة وما اريدهم ينهزمون. وهنا بقيت بس ابوس بايده وابكي واقول له اخذ حقي. عمري ما شفت غيرة مثل غيرة هذا الولد، بحيث ادفع نص عمري بس حتى اجازيه باللي سواه لي. على طول جاب مجموعة من الشرطة وانطاهم عنوان حسام واحمد. وطبعا انا هنا كنت على تواصل ويا العامل اللي كان يقول لي بكل تحركاتهم وين راحوا وين وصلوا، وكل الاحداث اللي كانت تصير بسرعة خلال 4 ساعات. واللي خدمني بهذاك اليوم هو انه انا كنت سابقتهم بخطوة، واني والضابط طلعنا للمزرعة اللي بقيت بيها وعشت المأساة السنتين اللي فاتت. اتمنى تكتبوا لي بالتعليقات شنو رايكم بالقصة، واذا كنتوا تريدون تكملة القصة همين اكتبوا لي بالتعليقات، ولا تنسون اللايك والمتابعة. رحت أنا والضابط للمزرعة اللي كنت بيها مخطوفة لمدة 2 سنين، واللي بيها شفت أسوأ أنواع المعاملة من حسام وأحمد. وجبت بنتي رقية اللي ما أعرف منو أبوها حسام لو أحمد. ما كان براسي غير بس شغلة واحدة، شلون أقدر أنتقم من عندهم وأرجع حقي. الضابط كان هدفه من أخذي للمزرعة هو صحة كلامي، كان يريد يثق أن قصتي حقيقية، لأنه من كثر ما مرت عليه قصص صار ما يثق بسرعة. وأنا عذرة اجى اتصال من الشرطة اللي دزهم حتى يلزمون أحمد وحسام. عرفت من خلاله أن هم قدروا يلزمون حسام بس أحمد قدر ينهزم. وهنا أنا انهاريت من عرفت أنه حقي راح يروح، بس الضابط قدر يخليني أهدأ ووعدني أنه هو ما دام بعد ما طالع من بغداد راح يقدر يجيبه، وخاصة هو معمم على كل السيطرات بمخارج بغداد.
الاعداد وفهمني انه هو مستحيل يقدر ينهزم. واهلي اللي كانوا خايفين من الفضيحة صاروا امام الامر الواقع لما بنتهم خلت رجله باول طريقة اخذ الحق. والضابط الشريف اللي طلع بطريقي واللي دق على صدره انه هو راح يوقف وياي لو على قص رقبته. والعامل الشريف اللي انا بسببه تحررت واللي حتى من حررني ما عافني، عاف شغله وعاف كل شيء حتى يرجع لي حقي. بقى يراقبهم 24 ساعة. كل شيء بالدنيا يجي بحياتنا هو عن طريق رسائل، وهذول الناس كانوا رسائل بحياتي. نتقارن ذول اللي ساعدوني ووقفوا وياي بأهلي اللي ما كلفوا نفسهم حتى يبلغون الشرطة باختفائي. الغيرة موجودة بكل مكان بالعراق، بس عند أهلي ما لقيتها، واللي هم طول عمرهم يدعون الغيرة. بعد ما لزم حسام صار مطلوب من عندي انه انا اواجهه، وهذا صار ثاني يوم بعد لزمته. انا رفضت اواجه حسام لانه انا كنت ماخذ وعد على نفسي الا اشوفهم اثنيناتهم مذلولين قدامي. حسام بقى ينكر علاقته بي وباللي سواه، وقال هي تتبلى علي وماكو هيك شيء. بس بعد كم راجدي حسب ما قال لي الضابط اعترف بكل شيء، وحسب ما قال له انه هو استغل مشاكلي ويا اهلي، وانه انا كنت اقول لهم راح اطلع بعد ما ارجع. وقال لهم شغله ما كانت صحيحه ابد، قال لهم ان هي ما كانت مقطوفه، هي كانت جايه برضاتها. ونكر وجود احمد اصلا ويانا. وهنا حسيت بصدمه وحسيت الموضوع راح ينقلب علي. كل هاي الاحداث اللي صارت وانا كنت ضامه الطفله، بس من لقيت الموضوع راح ينقلب علي قلت لهم الطفله موجوده واللي ولدتني تقدرون تجيبوها وتسالوها من كان ويانا بيوم الولاده. وبهاي اللحظه اللي كنت احكي بيها ويا الضابط اجى اتصال غير الاحداث كلها، واللي بيه قالوا انه علي اخويا قتل احمد. اخر شيء كنت اتوقع يطلع من علي. بين مشاعر الفرح ومشاعر الحزن اتصلت على امي اللي طلعت حاكيه القصه لاخوتي، واللي اكتشفت بعدين انه هم كانوا يدورون علي بكل مكان بس بدون ما احد يعرف. واخوي علي كان اقرب واحد الي، وكان دائما يقول لامي حسب ما هي قالت انه داليا مستحيل تسوي هيك شيء. بعد فحص الدي ان اي طلع ابو الطفله هو احمد، وهذا اللي حمدت الله وشكرت عليه. اهلي سووا قعده عشاير ويا عشيره احمد وعشيره حسام بعد ما نعرف الموضوع وانقتل احمد. وعلي اخويا انسجن والمحاكمه بعدها مستمره، والضابط صار من اعز اصدقائي واللي اعتبره اخويا الكبير، ولما هو كان ما رجع حقي. والعامل ما انقطعت علاقتي بيه، واذا طلب روحي انطيه اياه، وبقى اخ وصديق. واني رجعت البيت اهلي وبديت بدايه جديده. بعد ما عرفوا الحقيقه بقى ابويا دائما يحاول يكون زين وياي، بس انا تغيرت. وبيني وبين نفسي اقول انه الغلط من البدايه من عندي، المفروض ما احكي لاحد عن حياتي الخاصه لانه انا ما اعرف عن نفسيات الناس. اذا حبيتوا قصه داليا اتمنى تسووا لايك على الفيديو، واتمنى تسووا لي متابعه حتى تشوفون احدث القصص.